السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتربوا فراخ بيضة في البيت وبتلاحظوا كده إن الفراخ بتبقى ضعيفة أو مش بتاكل وتلاقي حجمها كده في بعض يعني الفراخ في وسط القطيع اللي انتوا جايبينه أو في وسط العدد اللي انتوا جايبينه تلاقيهم كده حجمهم صغير وضعفة وشهيتهم مقفولة ووزنهم مش كويس بالمقارنة بباقي الفراخ. في الفيديو ده هيكون ليكم، تابعوني للنهاية عشان النهارده هاقول لكم على التجربة بتاعتي في الكام فرخة اللي قدامكم دول اللي ما كانوش بيكبروا في وسط الفراخ اللي كانت موجودة، وبصوا دلوقتي الحجم ما شاء الله بقى وزنهم يعني وحجمهم كبير جدًا، وهاقول لكم على السر اللي أنا استخدمته إزاي زوّدت وزن الفراخ، وكان الكلام ده بشكل سريع، وفتحت كمان الشهية بتاعتهم من غير أدوية ولا خسرت فيهم ولا أي حاجة. يا ريت كمان اللي مَر بحاجة زي كده وجرّب أي حاجة يكتب لنا في التعليقات علشان كلنا نستفيد من بعض، وقولوا لنا تجربتكم علشان نفيد حد تاني. خلّينا بس كده الأول قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان حبيتكم كده تنزلوا تعملوا لي اللايك الجميل، تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. خلّينا بقى يالّا كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. طبعًا أنتم عارفين الأول أهم حاجة، أنا بس عايزة أقول لكم كده على شوية حاجات مهمة جدًا لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنربي الفراخ بتاعتنا. طبعًا أساس تربية الفراخ هُم حاجتين يعني مهمين جدًا في أول ما بنجيب الكتاكيت بتاعتنا وهي التدفئة والتهوية. طبعًا دي معادلة صعبة بس لازم إن إحنا يعني نحاول نعملها مضبوطة علشان ناخد معانا دورة ناجحة. التهوية نكون سايبين تهوية، لكن في نفس الوقت ما يبقاش في تيار هوا مباشر على الفراخ، علشان الفراخ بتاعتنا ما تمرضش، وطبعًا ده طول دورة الفراخ. تاني حاجة طبعًا المَيّة بتاعتهم لازم تكون السقايات، العلافات، تكون كل حاجة عندهم نضيفة تمامًا، الفرشة تكون جافة ونضيفة، وزي ما أنتم شايفين بقى كده كمان تربية البطارية بتبقى ممتازة جدًا لمّا يكونوا متربيين كده على سلك وما فيش يعني مش بيقعدوا بقى في الفضلات بتاعتهم، فدي برضه حاجة ممتازة جدًا. عايزة أقول لكم بقى إن أنا راقبت بقى الفراخ بتاعتي دي، فحسيت إن هُم فيهم شوية كده الأول بصراحة ما كنتش يعني متابعاهم أوي، لكن بعد كده بدأت أتابعهم، فحسيت إن فيهم كام فرخة كده صغيرين حجمهم مش كبير ومش بيكبروا بالشكل الكويس جنب باقي الفراخ. تمام، يعني الباقي كلّهم ما شاء الله أوزانهم كبيرة وحلوة وجابوا وزن حلو أوي يعني على من أول عُمر 25 يوم، 26 يوم، وحسّيت إن الوزن بتاعهم حلو، ودول حاسّاهم إن هُم كانوا صغيّرين وبصراحة ما كانوش عاجبينّي خالص. وعايزة أقول لكم بقى يعني كويس أوي الحمد لله إن أنا خدت بالي، وعايزة أقول لكم إن أول حاجة عملتها طبعًا إن أنا الأول عملت فاتح شهية طبيعي، اللي هو طبعًا الخلطة اللي إحنا عارفينها كلّنا اللي هي خلطة البصل، والناس اللي مش عارفة خلطة البصل إحنا هنجيب توم وكام فص توم ومعاهم بصلاية كده صغيّرة ومعاهم ليمونة وشوية خل، نضربهم مع بعض في الكبة في الخلاط وهنصفّي، هناخد المَيّة بتاعتهم وهنحطها على مَيّة الشرب بتاعة الفراخ، وهناخد التفل بتاعها ده وهنحطه نخلطه مع العلف. ده عايزة أقول لكم إن هو بينشّطهم لإن هُم كمان كانوا كسلانين وكانوا قاعدين وتقريبًا كده يعني كانوا مش عارفين يوصلوا للأكل بشكل كويس مع باقي الفراخ بقى اللي هي كانت ما شاء الله حجمها كانت أكبر يعني منّهم. فأول حاجة عملتها إن أنا عملت فاتح الشهية ده ليهم كلّهم مع بعض، يعني للفراخ كلّها مع بعض. الحاجة التانية بقى طبعًا هُم الأول ما عملت اللي هي خلطة البصل دي لقيتهم بقى إن هُم بدؤوا يتحرّكوا شوية وبدؤوا يعني إيه، ياكلوا شوية بشوية، بس برضه عشان هُم كانوا مع بقية الفراخ التانية، فبرضه إيه، كان لازم يكون العلف قدّامهم بقى بشكل مباشر ليهم هُم بس كده علشان إيه، يعرفوا ياكلوا. فأنا كان عندي المكان الفاضي اللي هُم قاعدين فيه ده، فأهم حاجة بقى إن إحنا نعزل الفراخ الضعيفة، فعزلت الفراخ الضعيفة دي في قفص كده لوحدهم أو في المكان البطارية اللي أنتم شايفينها دي كده لوحدهم، علشان يعرفوا ياكلوا براحتهم. ده طبعًا يساعدهم من غير بقى ما يتخانقوا على العلف ومن غير ما يزقّوا بعض، وفي نفس الوقت يبقى قدّامهم العلف مضبوط. عايزة أقول لكم إن أنا عملت إيه تاني، إن أنا عملت إظلام، أنا ما كنتش باعمل إظلام بصراحة، بس دول عملت لهم إظلام، بقيت أخفف كده من الإضاءة شوية وأضلِّم عليهم، يعني ربع ساعة الأول وبعد كده نُص ساعة، المهم فضلت ماشية بيهم لحد ما وصلتهم لساعة، وبعد كده أفتح فيبتدوا إن هم إيه، ياكلوا كويس. وده فرق معاهم بصراحة في موضوع الأكل دوّة، حكاية العلّافة إنها تكون قدّامهم هم مخصوص بس دول كده لوحدهم، بيفرق جدًا، جدًا يا جماعة في الأكل. خلاص، عايزة أقول لكم بقى على السر بقى اللي هو فعلًا فتح الشهية جدًا، وعايزة أقول لكم إن هو فعلًا زوّد لي الوزن زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله، حتى حجمهم كده زي الفل، بمجرد النظر كده لأ، جاب معايا بجد نتيجة كويسة جدًا وهو البانش. البانش ده هو عبارة عن كيس أنا كنت ناسياه بصراحة، يعني أنا كنت باستخدمه كتير قبل كده بس كنت ناسياه. يعني قبل ما أقول لكم ده عبارة عن إيه، كنت ناسياه وبعد كده افتكرت وقُلت طب البانش ده مهم جدًا يعني وفيه فيتامينات
وأملاح معدنية وفاتح للشهية حلو جدًا عشان ياكلوا كويس، وفي نفس الوقت يستفيدوا بأكبر قدر ممكن إن هم كلوه. فرُحت جِبته هو والكيس تقريبًا بحوالي 20 جنيه. هنجيبه منين؟ من أي صيدلية بيطرية جنبينا، أو من عند الراجل اللي إحنا بنجيب من عنده الفراخ، أو بنجيب من عنده الكتاكيت. فجِبت البانش ده عبارة عن كيس كده بودرة فيتامينات، معادن قوية جدًا، بتفتح الشهية وترفع المناعة وبتزوّد التحويل. يعني الفراخ مش بتاكل بس، لأ دي كمان هي بتستفيد من الأكل اللي هي كلته، وده بيخلّي الوزن بتاعها بيزيد بسرعة. فاهمني؟ فأنا استخدمته كده 3 أيام كده ورا بعض، فحسيت بقى لأ إن في نتيجة، لأ النتيجة بصراحة فرّحتني جدًا. فلقيتها بقى إنها خلاص، لأ الفراخ بدأت تاكل، بيفتح شهيتها ما شاء الله، العلف اللي أنا باحطه بيخلص، وفي نفس الوقت بدأت أحس إن الميزان بدأ يزيد. يعني بقيت أوزن وبعناية كده باشيل كده الفرخة، لأ حاسة بقى إنها كده خلاص، لأ بدأت تتقل. وسِبتهم كمان بقى حوالي مثلًا أسبوع، فما شاء الله لأ وزنهم زاد بشكل واضح. عايزة أقول لكم بقى يعني البانش بصراحة يا جماعة جاب معايا نتيجة حلوة جدًا. الناس اللي جرّبت البانش قبل كده وجاب معاها برضه نتيجة، تكتب لنا كده برضه في التعليقات علشان كلنا إيه، نستفاد من بعض وناخد كده من خبرات بعض. أنا بالنسبة لي لأ، عمل فرق جامد. وأهم حاجة يا جماعة إن إحنا لازم كمان نتابع الفراخ بتاعتنا، خلاص، علشان لو في أي حاجة، يعني إحنا بس مش إن إحنا نحط لهم يعني تربية الفراخ هي مش أكل ومَيّة وبس، لأ طبعًا. يعني لازم متابعة وملاحظة علشان لو في أي حاجة نقدر إن إحنا نتدخل بسرعة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا لمّا لقيت وزنهم كده قليل قُلت يمكن يكون في إسهال. فقعدت أتابع لقيت لأ، ما فيش الحمد لله، ما كانش عندهم إسهال وما فيش أي حاجة خالص. بس هي كانت أكلتهم ضعيفة أوي، ما كانوش هُم عارفين يوصلوا بقى للعلف يعني بشكل كويس مع باقي الفراخ. فعزلت، أنا كنت جايبة 20 كتكوت، فهُم ال4 دول اللي طلعوا كده إيه، صغيرين. وبعد كده الحمد لله إن ربنا كرمني، ويعني لمّا سِبتهم واستخدمت بقى خلطة البصل معاها بقى البانش وباحط قدامهم الأكل على طول. يعني هُم بس كده يكونوا قدّامهم الأكل كده باستمرار، فهُم يعني الحمد لله جابت معايا نتيجة كويسة جدًا يعني. فيعني أي حد جرّب حاجة زي كده يا ريت إن هو يقول لنا، وأي حد يكون عنده حاجة جديدة برضه يكتبها لنا كده في التعليقات. وطبعًا هو في خلطات كتيرة جدًا، جدًا لزيادة الوزن، بس أنا كان فكرتي في استخدام البانش هو كمان فتح الشهية. يعني فاهمني، زي ما خلطة البصل اللي هي حرّكتهم ونشّطتهم، فحبيت بقى إن أنا كمان أستخدم موضوع البانش ده علشان يفتح الشهية مع كمان زيادة الوزن. يا رب إن شاء الله الفيديو دوّة يكون عجبكم ويكونوا استفدتوا بيه. لو حسيتوا كده إن الفيديو ده كان مفيد، ساعدوني بقى إن هو يوصل لناس أكتر. اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد عن تربية الفراخ. وما تنسوش بقى الشير يا حلوين، وما تنسوش كمان تكتبوا لي تحت إيه أكتر مشكلة قابلتكم في تربية الفراخ، وإيه أكتر وصفة أو طريقة أنتم جربتوها وفعلًا جابت معاكم نتيجة، علشان كلنا كده نستفاد من بعض. ولو في أي حد عنده أي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات، أنا هارُد عليكم إن شاء الله. أشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.